150 ألف بيت يهدم كل سنة بمعول الطلاق والتطليق في المغرب. ماذا يجري؟ ألم يعد المغاربة يطلقون بعضهم البعض تحت سقف الزواج؟ هل المتهم هو القانون أم الواقع؟ الاقتصاد أم الأخلاق؟ ثم نسأل: لماذا لم يوقع المغرب على بيان إدانة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل؟ لماذا صمتت وزارة الخارجية المغربية على قانون القتل غير الرحيم هذا، فيما السعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان استنكروا الغطرسة الإسرائيلية ولو ببيان؟ ماذا يجري في كواليس الدبلوماسية المغربية؟ دبلوماسية ناجحة في جانب وغير مفهومة في جوانب أخرى. ثم نعرج عن آخر تطورات الحرب التي تعصف بالأمن والسلم الدولي وتعصف بالقدرة الشرائية للفقراء عندنا وعند الآخرين.